المنطقة تطورت فيها مقدشو. أولا كانت هي بلد عربية وأهلها من العرب الخلص، واستولت العرب يعني فيها منذ وقت بعيد يرجع تاريخهم إلى ما قبل الميلاد عيسى عليه السلام 255. وإن اسم مدينة مقدشو قبل الإسلام كان مدينة حميرية، وسميت حميرية بأسعد الحميري، سميت حميرية بأسعد الحميري. وقال أبو منذر هشام بن عم محمد هو بن هميسع بن حمر بن سبع بن يشحب بن يعرب بن قحطان بن هود عليه السلام، وهو الذي اختطها. وذكروا أنه لما غزا الشرق انتهى إلى موضع واسع رحيب كثير الماء كثير الماء، فأمر أن تبنى هناك مدينة فبنيت وسماها حميرية، اشتق اسمها من اسمه، ثم نقل إليها الناس، ثم نسبت تلك الولاية بأسرها إلى هذه المدينة، ثم بقي فيها من بقي وانصرف هو إلى اليمن. هكذا ذكره ابن الجوزي في طبقات الأمم جزء الخامس صحيفة 523. لا حقتنا حق لك بفنا سن سنة وصونا خينا من سيدي حوال دوما انتوا بح استنوا لا انتوا وصلنا غينا ساعة الصبح وين ساعة وصل انت يفيدي طبعا يميزي طبعا يميزي طبعا سينما ولا حياة سينما ولا سينما ولا فيديو سينما زين تكرم حرم تبغى هلا كلام في الكلام ناس كلام صح جاوا يا حرم جامعة دوين كنا
انتوا بحنا بس انتوا بح وتنقينا انه هذا